ديال المرونه كنتكلموا على انني نكون مرن في الوسائل وماشي في الاهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم كالعادة في هذا اللقاء الثقافي والعلمي الشهري الذي تنظمه مؤسسة دار القرآن الحاج البشير في إطار المساهمة في البناء وفي التغيير. بعد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، سنتعرف اليوم بإذن الله تعالى عن موضوع غاية في الأهمية. هذا الموضوع هو كيف ننجح. والنجاح له معالم وله شروط، ولا بد لكل سالك في هذه الحياة لا بد له أن يتقن هذه المعالم وأن يأخذ بنواصيها. هندسة النجاح، هذا العلم الجديد للإنجاز، موضوع سيحدثنا عنه بكل فخر واعتزاز أستاذ كبير نعتقد أنه سيكون له إن شاء الله المستقبل الكبير في خدمة حضارته وثقافته وتراثه. إنه الأستاذ عبد المجيد إبروي، وهو مدرب معتمد في التنمية البشرية. أنا سعيد اليوم بأن أقدم إليكم هذا الشاب، وأسأل الله تعالى أن يوفقه للخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الآن يمكن نحن مستعدين أن نبدأ إن شاء الله المحاضرة ديالنا لهذه الأمسية هذه. كيف ما كتشوفوا، كيف ما قدم الموضوع السي عبد الفتاح، غادي نتكلموا على هندسة النجاح، أو بطريقة أخرى أشنو خاصنا نديروا باش ننجحوا في حياتنا. اشنا هي الشروط، اشنا هي الخطوات، اشنا هي المراحل اللي خاصنا اننا نتبعوها في حياتنا باش نقدروا ان نوصلوا لنجاح معين، باش في نهايه المطاف نخليو بصمه معينه في هذه الحياه، نكونوا زدنا واحد القيمه اضافيه، واحد القيمه نوعيه في الحياه ديالنا. السؤال اللي غنجاوبوا عليه هو هذا بكل بساطه: شنو خاصني ندير باش ننجح في حياتي؟ باش نبداو كمقدمه سريعه بسيطه الا سمحتوا لي. اكيد انه كتعرفوا واحد المجموعه من الشخصيات من هاد الناس هادو او غيرهم من الناس، من الشخصيات اللي خلاو بصمات ديالهم في التاريخ. كتعرفوا مثلا من هاد الاسماء هادو؟ نعم، مثلا غاندي، احمد ياسين، عمر المختار، تيريزا، هتلر، الى اخره. لاحظوا معايا يا شباب، اكيد بان هاد الناس هادو لانهم معروفين على مستوى العالمي، فمعناه بأنه خلوا بصمات معينة في التاريخ، بمعنى أن المرور ديالهم من هذه الحياة لم يكن عاديا. السؤال اللي خاصنا نطرحوه ملي كنشوفوا بحال هاد الناس اللي ناجحين، عندك لا يكون الموقف ديالك أنه واو إنسان ناجح وكفى وكنوقف هنا. لا، دائما كيخصنا نطرح السؤال الذكي التالي: اشنو دار هذا الشخص هذا حتى وصل انه يحقق هذا النجاح في الحياه ديالو؟ اول سؤال كيخصنا نطرحه: ماذا يفعل الناجحون حتى يكونوا وناس ناجحين؟ السؤال الاول. ثم كذلك ما خصنيش انني نوقف هنا، كيخصني نطرح سؤال اخر: اشنو ممكن انني ندير انا باش نوصل للنجاح اللي وصلوا له هاد الناس هادو؟ رد بالك، اول فكره كيخصك انك تنطلق منها هي أنك تآمن بأنك تستحق تنجح، تآمن أنك تستحق توصل لأعلى المستويات ديال النجاح في هذه الحياة، في المجال اللي تبغي، اللي تحدده لراسك. اشنو داروا هاد الناس حتى وصلوا، حتى
حققوا نجاح معين، ثم شنو ممكن ندير انا حتى نحقق مثل هذه النجاحات اللي حققوا هاد الناس هادو. رد بالك بمجرد ما كتطرح السؤال الذكي كتبدا في طريقك نحو تحديد الاجابات المناسبه الذكيه. شباب غادي نحاول ما امكن ان نجاوب على هذه الاسئله هادو الجوج من خلال هذا العرض ديالنا اللي غادي يتمحور حول 3 محاور اساسيه. المحور الاول غنتكلموا فيه على شي حاجه سميتها غير تفكيرك تتغير حياتك. وكاننا غنقول لك الا ما كنتيش راضي على المستوى ديالك الان، ما كنتيش راضي على حياتك الان، ما كنتيش راضي على شي حاجه نقطه من النقط في حياتك، فمنطلق التغيير خاصو يبدا من التفكير ديالك. هذا المحور الاول ديالنا غنتعرفوا فيه بسرعه في عجاله على واحد جوج ديال النقاطات كتتعلق بالتفكير، قواعد معينه في عمليه التفكير بكل بساطه. المحور الثاني غنسميه وصفه النجاح المثلى. بمعنى اخر كنسمعوا بطبيعه الحال الكلمه ديال الوصفه كنستعملوها بزاف فاش في الطبخ او ربما في الطب الى اخره، بمعنى ان واحد المجموعه من الخطوات جربوها ناس قبل منا ونجحات، ممكن اننا كذلك نجربوها حتى هنايا بنفس الطريقه، واكيد باذن الله عز وجل انها غتنجح. المحور الثاني اذن وصفه النجاح المثلى، 5 خطوات اساسيه للنجاح. المحور الثالث غنتكلموا فيه على مفاتيح مكمله، مفاتيح اضافيه للنجاح في حياتنا. طيب نبداو المحور الاول الا سمحتوا، غير تفكيرك تتغير حياتك. بغينا نفهموا من خلال هذا المحور بكل بساطه ان التفكير ديالنا هو اللي كيحدد النتائج اللي كنحصلوا عليها. طريقه باش كنفكروا هي اللي كتحدد النتائج اللي غنحصلوا عليها، واش كانت ايجابيه او لا هي سلبيه. جميع الحالات غالبا الطريقه باش كنفكر هي اللي كتحدد هذه النتائج هذه. الو غنتكلموا هنا على جوج القواعد بساط كيتعلقوا بالتفكير، غير باش وكانها مقدمه في هذه العمليه هذه ديال التفكير وكيفاش ممكن انها كتاثر على حياتنا بشكل عام. الفكره الاولى ممكن نشيروا لها ونقدموا لها عن طريق بعض الصور. نطلب منكم انكم تعلقوا عليها الا كان ممكن. شنو كيبان لكم في هذه الصوره هذه مثلا؟ واحد الشخص يعزف على القيطاره، وجهان متقابلان، امرأة تنصت للشخص العازف، وي شنو آخر؟ نعم امرأة أخرى إلى آخر. كاين اللي بان شي حاجة أخرى من غير هذا الشيء؟ كاين اللي بان شلال، كاين اللي يبان كوب. لاحظوا معايا شباب، لاحظوا أن نفس الصورة ياك صورة واحدة، وكل واحد شنو شاف منها على الأقل في البداية، أليس كذلك؟ كل واحد علاش ركز، كل واحد شنو بان له من الوهلة الأولى. متفقين معايا؟ نشوفوا صورة أخرى باش نزيدوا نعمقوا هذه الفكرة هذه. شنو كيبان لكم؟ شنو كيبان لكم؟ جنين، كاين اللي بان له جنين، كاين اللي بان له نهر أو بحر، ويمكن الصخرة، الضفة الأخرى شجرة، يمكن شخصين إلى آخره. مرة أخرى نفس الصورة كل واحد علاش ركز وأشنو بان له من الوهلة الأولى. الفكرة اللي بغينا أن نوصلوا لها في نهاية المطاف في علاقتنا مع التفكير دائما هي هذه بكل بساطة: تصوراتنا تختلف عن الحقيقة. بمعنى أن داكشي اللي كتشوف من أي موقف، من أي حدث، من أي شخص، ما هو إلا تصور في ذهنك. ورد بالك خاصو يبقى تصور، ومجرد تصور وما كيعبرش على الحقيقة، وما عمره غيوصل أنه يعبر على الحقيقة 100%. وكنعانيو بشكل كبير جدا في حياتنا، في علاقتنا مع أنفسنا، في علاقتنا مع الآخرين، ملي ما كنفهموش هذه الفكرة هذه وما كنتصرفوش على أساسها، ملي كنعتقدوا من السبب أو لآخر أن داكشي اللي كيبان لينا، داكشي اللي كنشوفه هو الحقيقة. فكرة بسيطة عادية جدا، ولكن أكاد أجزم بأنها
هي المسؤولة عن أكثر من 90% من المشاكل اللي كيعاني منها الإنسان بينه وبين راسه أو في علاقاته مع الآخرين. لا أبالغ إلا قلت بأنها مسؤولة على أكثر من 90% من المشاكل اللي كنعانيو منها. تصور يختلف عن الحقيقة، وما في ذهني جزء من الحقيقة ولا يعبر عن كل الحقيقة. مزيان؟ نشوف واحد التطبيق مباشر سريع باش نقدروا نفهموا، لأن إلا بغينا نتكلموا على المواقف وعلى الأبعاد وعلى الأمثلة ديال هذه الفكرة ما غنساليوش. شوفوا مثال واحد. تصوروا معايا مثلا المشهد التالي. عندي طريق جبلية وعرة فيها منعرجات كبيرة بزاف، وفي قمة هذا الطريق في قمة الجبل كاين واحد الشخص اللي كيسيرني على عجل. يعني خاصني نوصل عنده في أسرع وقت ممكن. ومع الأسف هذه الطريق هذه ما يمكنش أنها تدوز إلا سيارة واحدة ضيقة جدا، وأنا طالع في السيارة ديالي وزربان وغادي مستعجل وكنعام إلى آخره. واحد شوية في البداية ديال الطريق يلا كنتقدم شوية كيلقى واحد الشخص قدامي حتى هو طالع بالسيارة ديالو. يعني بسرعة غادي نفهم بأن السرعة اللي نقدر أنني نمشي بها هي السرعة ديال هذا الشخص هذا، لأنني ما نقدرش نتجاوزه. متفقين؟ طيب تصوروا معايا الآن أن أنا زربان خاصني نوصل في أسرع وقت ممكن، ولكن هذاك الشخص اللي قدامي غادي بشوية عليه كيستمتع وكيتمنظر ليا مع راسه. يعني ممكن نفهموا ونتصوروا بسرعة أنه واحد شوية غنبقى نضرب له بالضوء على الله يفهم راسه باش يسير بيه شوية. هادشي اللي درت بالفعل، بديت كنضرب بالضوء ولكن والو ثقيل. غنبدا نكلاكسوني شويه. بالفعل كنكلاكسوني ولكن بواحد النوع من الادب. والو كنزيد كنغلي كنولي واحد المجموعه من الافكار كتبدا كتبادر للذهن ديالي. الا تخينا يصحاب واش الطريق ديالو ياك ما عنده شي حاجه معايا شد معاه العكس واقيلا شنو كيسحاب له راسو زعما، وغيرها من الافكار. وكل ما فكرت وركزت على هذا النوع من الافكار كل ما كنزيد نغلي بديت كنضرب كنكلاكسوني بواحد النوع من العصبيه. رغم ذلك والو لا يجيب لا يستجيب. ممكن كذلك اننا نفهموا بان ملي كتكون شويه الطريق مسرحه كيبدا كيطلع شويه من السرعه ديالو، ولكن الماكسيموم اللي كيوصلوا 30-40 كيلومتر في الساعه. ملي كيطلع من السرعه هو بدا واحد شويه كنوصل لمنعرج معين كيخفض عاوتاني من السرعه بواحد الشكل رهيب، كنزيد نغلي عاوتاني. ممكن الا بغينا اننا نمثلوا المشاعر ديالي في منحى بياني في هذه 5 ديال الدقائق كيفاش غتكون؟ بحال المنعرج تماما، مره طالعه مره هابطه. طيب في نظركم شنو اللي كيحدد هذه المشاعر هذه؟ العجله. بشكل ادق تصور ديالي لهذا الموقف اللي انا فيه، الافكار اللي كدوز من راسي هي اللي كتحدد المشاعر ديالي الان. بمعنى اخر كل ما قلت مثلا مالو شد مع العكس ولا شنو، كل ما غنزيد نتعصب ونزيد كنغلي. اذا نردوا مع البال، الافكار ديالي كتاثر وكتحدد المشاعر ديالي في هذا الموقف. مزيان، خاصنا نفهموا ان الامر ما كيوقفش هنايا، ما كيوقفش الامر عند حدود العواطف والمشاعر والانفعالات. الانفعالات ديال المشاعر ديالي غتاثر على السلوك ديالي في هذا الموقف هذا. ممكن نحل الجاج ونعاير الشخص ونسبو، ممكن نحاول اكسليري باش نهددو. اذا التفكير اثر على الشعور، الشعور اثر على السلوك. واش الامر غيوقف هنا؟ لا،
السلوك، الافعال اللي كتصدر مني كتحدد وكتاثر على النتائج اللي غنحصل عليها. ممكن ندير هنا شي اكسيدون ونموت او نقتل الشخص الاخر. نعم، هذه فكره اخرى. مثلا لو انه معلق 90 غدوز فكره اخرى من بالي، ما كاين باس، الله يسامح، نشوف كيفاش واضح. اذا ردوا معايا البال، افكارنا كتحدد الانفعالات ديالنا، الانفعالات كتحدد السلوك والافعال اللي كتصدر منا، السلوك والافعال اللي كنديروها كتحدد النتائج اللي كنحصلوا عليها. شيء رهيب. بمعنى اخر، بغيتي انك تغير النتائج بكل بساطه غير التفكير، تحكم في الافكار اللي كتركز عليها، غتحكم في النتائج اللي كتحصل عليها في نهايه المطاف. واضحه الفكره؟ اذا هذه الفكره الاولى في علاقتنا مع التفكير، وحنا كنتكلموا على التفكير. غير تفكيرك تتغير حياتك. خاصني نفهم ان في جميع المواقف، في جميع المجالات ديال الحياه ديالي، بمجرد ما نغير افكاري، تصوراتي حول هذا المجال، حول هذا الموقف، امور كثيره كتبدا كتغير، وفي نهايه المطاف النتائج ممكن انها تتغير. ثم اكثر من هذا، الا ما انا ما راضيش على النتائج اللي كنحصل عليها لحد الان، كيخصني نعرف بان اول نقطه خاصني نبدا فيها التغيير هي التفكير ديالي. مزيان؟ هذه اول فكره في علاقتنا مع التفكير. فكره اخرى نقدموا لها عن طريق لغز، الا سمحتوا لي. ممكن غنعطيكم واحد مجموعه من المعلومات حول شخص معين، شخصيه معينه تاريخيه، ونطلب منا اننا نكتشفوا بمن يتعلق الامر. مستعدين؟ واخا هذا الشخص افلس سنه 1831. شخصيه تاريخيه، شخص غير عادي. نزيدوا مازال. لا، أفلس مرة أخرى سنة 34. أصيب بصدمة عصبية نتيجة موت زوجته سنة 35. شي فكرة؟ تطورت هذه الصدمة إلى انهيار عصبي سنة 36. فشل في الانتخابات المحلية سنة 38. ثم فشل مرة ثانية في انتخابات 46. نعم، الاسم ديالو؟ لا، مش روزفلت. نعم، أبراهام لينكولن. نتبعوا مازال السيرة ديال هذا الشخص هذا واخا بسرعة. فشل مرة أخرى في انتخابات مجلس النواب الأمريكي سنة 55. ثم فشل في أن يصبح نائب الرئيس الأمريكي سنة 56. ثم فشل مرة ثانية أو ربما رابعة في انتخابات النواب الأمريكي سنة 58. وأخيرا تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1860. ولاحظوا معايا، هذه فقط الأمور اللي كانت بارزة في الحياة ديالو، وإلا إلا جينا ندخلوا في التفاصيل غنلقاو عدد كبير من المرات اللي فشل فيها هذا الشخص هذا. ولم يكن شخصا عاديا، لم يكن مجرد رئيس عادي اللي دز في التاريخ ديال الولايات المتحدة الأمريكية، كان رئيس غير عادي. لحد الآن ما زالت الروايات، ما زالت الكتب، الأفلام ديال السينما كتألف على السيرة ديالو إلى آخره. آخر فيلم سينمائي أضخم فيلم في 2012 كان الاسم ديالو لينكولن، كيهضر على السيرة ديالو. لاحظوا شباب، هذا الشخص كيلخص لنا حياته واحد الجملة مهمة جدا. كيقول لك: تذكر دائما أن رغبتك في النجاح أهم من أي شيء آخر. بمعنى آخر، لا يهم أين أنت الآن، لا يهم أين ولدت، لا يهم تربيتك، تعليمك، أسرتك، مجتمعك، كم وعدد المرات التي فشلت فيها، كل هذه الأشياء لا تهم.
شيء واحد يصنع الفرق. إلى أي حد عندك رغبة مشتعلة أنك تنجح. رغبتك في النجاح أهم من أي شيء آخر. وردوا بالكم، عندك لا يسحب لك أنهم اللي كنتكلموا على الرغبة بمعنى يعني والله إلا بغيت ننجح وحق الله ما كرهتش ننجح. لا، كنتكلموا على الرغبة الحقيقية اللي كتكون مقترنة بالفعل، اللي تكون مستعد معها أنك تأدي وتدفع الثمن الكافي باش تنجح. واضحة الفكرة؟ تذكر دائما أن رغبتك في النجاح أهم من أي شيء آخر. والفكرة اللي بغينا نوصل لها في نهاية المطاف علاقتنا مع التفكير هي بكل بساطة لا يوجد فشل ولكن تجارب وخبرات. مع الأسف المجتمع اللي كبرنا فيه علمنا وربانا على أنه نخاف من الفشل ونعتبر أن الفشل شيء سلبي، وعندك لا تفشل وإلا فشلتي غتعاقب. ولينا كنكبروا وكنخافوا أننا نحاولوا فقط لأننا خايفين من أننا نفشلوا. كنوليو نفضلوا أننا ما نبغيوش نديروا شي حاجة لأننا خايفين نفشلوا فيها أحسن من أننا نديروا ونفشلوا. وحنا كنكبروا ولينا يعني حتى إذا فشلتي حاول ما أمكن أنك ما يشوفوكش الناس. عندك خبي الفشل ديالك، خبي ما راوغ وغير وحرف وكذب غير ما يشوفوكش وما يعرفوش الناس بأنك فشلتي. لعل أهم وأروع شخص ممكن أنه يهضر لنا على هذه الفكرة هذه هو اللي قدامنا الآن، توماس إديسون. يعني كنعرفوا جميع بأن توماس إديسون هو المخترع أو المكتشف ديال المصباح الكهربائي، عنده تقريبا أكثر من 1000 براءة اختراع. يحكى أن توماس إديسون قبل ما يوصل لاختراع المصباح الكهربائي فشل عدد كبير من المرات. يعني تعدد الروايات في الأمر هذا، منهم من قال بأنه فشل 99 مرة، كاين اللي قال فشل 999 مرة أو 9999 مرة، ما كيهمش ناخذوا أدنى هذه الروايات هذه. ملي فشل توماس إديسون هذا العدد كله ديال المرات بغى أنه يعاود المحاولة من جديد. فجاء عنده أحد الأصدقاء ديالو، وبين قوسين رد بالك أحيانا قد يكون أقرب المقربين منك أعداء النجاح بالنسبة لك. قال له توماس يعني فشلتي هذا العدد الكبير 99 مرة وانت كتفشل ومازال باغي أنك تحاول، شنو علاش كتقلب مازال؟ لاحظوا معايا كيفاش كيشوفوا الناس الناجحين الفشل. قال له لم أفشل 99 مرة ولكنني اكتشفت 99 طريقة لا يعمل بها المصباح. بمعنى آخر أنه عنده 99 طريقة موثقها ما توصلناش لاكتشاف المصباح الكهربائي. بمعنى أن حتى إديسون لو أنه مات قبل ما يكتشف المصباح كان غيكون قدم خدمة كبيرة للبشرية. حاول ما أمكن أنك تمسح الأفكار المسبقة اللي عندك على النجاح وعلى الفشل في علاقتك مع الفشل. حاول، وإذا فشلتي عاود المحاولة، وفشلتي عاود المحاولة مرة أخرى. إمتى غنوقف؟ حتى ننجح بكل بساطة، حتى ننجح. وصل لي كيكون واحد الهدف اللي هو كبير بالنسبة لي، مهم، حيوي في حياتي. إذا لا يوجد فشل ولكن تجارب وخبرات. طيب غير يقول لي الواحد منكم واش كيفاش زعما واش ما كاينش فشل؟ لا كاين فشل. امتى غتكون فشلتي؟ في جوج ديال الحالات، إلا عاودتي نفس الأخطاء في المحاولات المقبلة، بمعنى آخر أنك ما تعلمتيش من المحاولات السابقة من الفشل ديالك. الحالة الأولى. إذن الحالة الثانية ملي كتستسلم وما كتعاودش المحاولة فأنت فشلت في هذه الحالة هذه. بينما إذا تعلمتي من التجارب ديالك وعاودتي المحاولة فأنت في حقيقة الأمر لم تفشل ولكن راكمت خبرات وتجارب. مزيان؟ ممتاز. إذن هذا
فيما يتعلق بالمحور الاول ديالنا، غير تفكيرك تتغير حياتك. امور كثيره ممكن اننا نغيرها فقط عن طريق تغيير بعض المواقف الذهنيه، بعض التصورات في اذهاننا بكل بساطه. المحور الثاني، او هذا خلاصه الى بغيتو ديال المحور الاول، غير تفكيرك تغير حياتك. احيانا ممكن انك تغير شي حاجه بسيطه باش تغير بزاف. المحور الثاني شباب، كنا الى عقلتوا كنا قلنا نسميه وصفه النجاح المثلى، بمعنى غنتعرفوا فيه على اهم القواعد الاساسيه ديال النجاح. 5 خطوات الا طبقتها بالحرف وفهمتي يعني التناغم والتسلسل ديالها، غتعاونك بشكل كبير جدا في اي هدف تبغي انك تحققه في حياتك. اول خطوه وصفه النجاح المثلى، تحديد الهدف. ما يمكنش نتصوروا شخص انسان ناجح يحقق نجاحات غير عاديه في حياته وهو ما عارفش اصلا شنو باغي، ما عارف اصلا شنو الهدف ديالو. اذا اول خطوه هي تحديد الهدف. ولعل يعني ابرز شخص ممكن انه يتكلم لنا على اهميه هذا الامر هذا هو هذا الشخص اللي قدامكم، سميتو هوارد هيل، من كبار المتخصصين في رياضه الرمايه. شخص اسطوره حقيقي او حقيقيه في الرمايه، وصل واحد الدرجات عاليه من الدقه في هذه الرياضه هذه وفي هذا الفن هذا. يعني وصل درجه انه قتل حيه كبيره بسهم ورمح، فيل ضخم قتلوه بسهم ورمح، لدرجه انه كان كياخذ السهم وكيرميه في السماء وكياخذ سهم اخر وكيصوب نحو السهم الاول وكيضرب. يعني دقه عاليه جدا، مهاره غير عاديه. تصوروا معايا الان شباب بانه جبنا هذا الشخص هذا هوارد هيل، جبناه قدامنا وجبنا شي واحد منكم ودربناه واحد 10 ديال الدقائق على الرمايه. واش يقدر يكون احسن من هوارد هيل؟ واش كاين امكانيه؟ طيب نزيد معكم شويه. تصوروا معايا اننا جبنا هوارد هيل وسدينا له عينه بواحد التوب حتى ما بقاش كيشوف حتى شي حاجه، ودورناه واحد 10 ولا 20 مره على راسه حتى يدوخ مزيان، وحطينا له هدف قدامه وقلنا له صوب نحو الهدف وعينيه مسدوده. واش غتكون احسن منه ولا لا؟ في هذه الحاله غتكون احسن منه. ولكن كاين شي حاجه اللي ماشي هذيك، لا شي حاجه اللي ماشي معقوله، لا بكل بساطه شنو هي؟ انه هو ما كي منافسه غير عادله بكل بساطه. طيب شنو اللي خلاه هوارد هيل انه بالقدرات ديالو بالمهارات ديالو بالدقه ديالو الى اخره يولي شخص اخر عاجز تماما؟ علاش في نظرك؟ ياك هو الشخص هو بالقدرات ديالو بالمهارات ديالو الى اخره وجبناه وحطينا قدامنا، علاش ما يصوبش ويكون احسن منك؟ بكل بساطه نعم، انه ما كيشوفش الهدف قدام عينيه. اكثر من هذا غيكون حماقه منا، غيكون غباء منا اننا نحطو في هذا الموقف ونقولوا له صوب نحو هدف معين. لا، غتكون مساله ماشي منطقيه ماشي معقوله اطلاقا. طيب ماشي معقوله اننا نقولوا لهوارد هيل صوب نحو هدف اللي هو ما كيشوفوش. بالله عليكم كيفاش ممكن اننا نعتبر على انها معقوله؟ انه كنقولوا بغيت ننجح، ما كرهتش ننجح والله الا ولكن انا ما عارفش شنو الهدف اللي بغيت نحققه في حياتي. معقوله؟ لا. واش منطقيه هذا الامر هذا؟ منطقي؟ اطلاقا ماشي منطقي. ما يمكنش تتكلم على نجاح معين في حياتك وانت ما عارفش شنو هو هذا الهدف هذا، شنو هو هذا النجاح، ما كتشوفوش قدام عينك. غتكون كتخبط في الحياه من تجربه لاخرى، من فشل الى اخر، من هدف الى اخر. علاش؟ لان ما كانش الرؤيه الكبيره واضحه بالنسبه لك.
قاعدة عادية وبسيطة جدا: ابدأ وعينك على النهاية. بمعنى آخر، ابدأ من النهاية. بدأ حياتك الآن من النهاية ديالها. ملي تكون أو لا ملي يكونوا الناس كيقراو النعوة ديالك، الحدث، الخبر ديال الوفاة ديالك، شنو تبغي أنهم يقولوا لك؟ شنو تبغي أنهم يقولوا ويذكروا كإنجازات ديالك في هذه الحياة، كإضافات، كبصمات في هذه الحياة؟ واضحة الفكرة شباب؟ ابدأ من النهاية. ابدأ من النهاية. حدد هدفك بدقة بوضوح، يكون الأمر بالنسبة لك أحسن بكثير. رد بالك، إذا ما كانش الهدف واضح كتكون كتخبط في الحياة. هي الفكرة اللي كيقولها لنا توماس كارليل: إنسان بلا هدف كسفينة بلا دفة، كلاهما سينتهي به المطاف على الصخور. إلا حطينا واحد السفينة في عرض البحر ما عندهاش دفة ديال التوجيه أو دفة ديال أو مقود ديال التوجيه، واش تقدر أنها توصل لبر الأمان؟ مستحيل. حتى إلا كان الاحتمال غيكون احتمال ضعيف جدا، صغير بزاف، الاحتمال الأكبر هو أنها غتغرق بكل بساطة. نفس الشيء بالنسبة لك، إلا ما كانش عندك الهدف واضح دقيق محدد، غتكون كتخبط في الحياة من فشل إلى آخر. إذا الخطوة الأولى في تحديد أو في وصفة النجاح المثلى هي تحديد الهدف. نكون كنتصور الهدف وكأنني كنعيشه قدام عينيا في الذهن ديالي. الخطوة الثانية بكل بساطة هي أنه تكون عندي أسباب ودوافع قوية. تكون عندك أسباب ودوافع قوية. بمعنى آخر كنتكلموا على، إلا تكلمنا في الخطوة الأولى على الهدف، على الشكل كيفاش تبغي أنك تشوف راسك، هنا كنتكلموا على الجوهر. علاش كتقلب على هذه الأهداف هذه؟ شنو غتربح؟ شنو الثمار؟ شنو الثمرات اللي غتوصل لها، اللي غتقطفها ملي توصل أنك تحقق هذه الأهداف هذه؟ ورد بالك، هاد الثمار هي اللي غتكون كتحركك، هي اللي غتكون المحرك، المحفز في طريقك نحو الهدف. شنو الأسباب ديالك؟ شنو الدوافع ديالك؟ وردوا بالكم كيف ما أن الخطوة الأولى نعم هي مهمة، ولكن هذه الخطوة أهم من الأولى. كنعرفوا بزاف ديال الناس اللي كتلقاه كيشتغل سنوات معينة باش يوصل لهدف معين، كيوصل أنه يحقق الهدف، ولكن ما كيحش بهذيك السعادة، كيبدا كيحس بواحد النوع من الفراغ. ممكن شاب معين سنوات وهو كيقلب أنه، إلى افترضنا أنه يتزوج 5 أو 10 سنوات، فكيوصل أنه يحقق الهدف ديالو، تزوج، فتبدأ رحلة الشقاء والمعاناة. ياك حققتي الهدف ديالك، نعم حقق الهدف الشكل، ولكن لم يحقق الجوهر. علاش كان كيقلب؟ شنو الهدف ديالو من خلال، شنو الغاية من خلال هذا الهدف هذا؟ ممكن أنك تكون سنوات 20 سنة وانت كتقلب كتقرا باش تخدم، باش توصل أنك توظف أو تحصل على خدمة معينة، كتحصل على خدمة عمل معين وكتحس براسك وكأنك مستعبد، وكأنك آلة. علاش؟ حققتي الهدف ديالك اللي كنتي كتقلب عليه، نعم حققتي الشكل ولكن ما حققتيش الجوهر، الغاية، الأسباب. نعم تحديد الهدف مهم، ولكن تحديد الأسباب والدوافع أهم منه. واضح يا شباب؟ إذن الخطوة الأولى قلنا تحديد الهدف. الخطوة الثانية أنه تكون عندك أسباب ودوافع قوية محركة. ثم الخطوة الثالثة بكل بساطة هي القيام بالفعل الهائل الذكي. طبيعة الحال ما يمكنش أننا نتصور نجاح معين وأنا جالس في بلاصتي وأنا كنحلم وأنا كنتصور وكنحدد الأهداف وكنخطط لحياتي إلى آخره. إذا ما دزتش الفعل، التطبيق، الممارسة، يستحيل أنني نقطف ثمار ديال التخطيط. الفعل بوحده هو اللي كيدفعني بخطوات نحو الهدف ديالي.
بدون فعل لا يمكن أن نتحدث عن إنجاز أو عن نجاح. واضح يا شباب؟ ممكن نقول بأن الإشكال الكبير ديال الناس هو هذا. يعني ممكن ترجع غير الأسبوع اللي فات، هاد السيمانة اللي داز، أو لا غير اليوم، وشوف كم الأفكار، كم الأهداف، واخا صغيرة ولا كبيرة، اللي تكون داز من بالك وفكرتي فيها. وشوف أشنا هي اللي ولات حقائق ملموسة. غتلقى بأن نسبة قليلة جدا. علاش؟ مع الأسف كنفكروا بزاف، كنحلموا بزاف، ممكن يكون البعض منا كيخطط بزاف، ولكن القليل منا اللي كيدوز للفعل، اللي كيدوز للتطبيق، الممارسة. وبدون فعل لا يوجد نجاح. تذكر أرجوك بأن الفعل هو المفتاح الأساسي للنجاح، الفعل وليس المعرفة. عندك لي يصحاب لك بأنه إلا قريتي كتاب أو جوج أو 100 أو 1000، حضرتي محاضرة أو 20 أو 1000 ودورة أو 1000 وعندك 100 أو 1000 دبلوم، راه غتحقق نجاح معين. أكثر من هذا بدون فعل، بدون تطبيق، ممكن يكون هذا العلم، هذه المعرفة، هذه وبال عليك. ممكن تكون مصدر ديال الألم وديال العذاب في حياتك. بالتطبيق، بالممارسة فقط، كتشوف وكتقطف الثمار ديال هذيك المعرفة ديالك. واضح يا شباب؟ إذا قلنا شباب الخطوة الثالثة في وصفة النجاح المثلى ديالنا هي القيام بالفعل الهائل الذكي. المرور إلى الفعل، المرور إلى التطبيق، إلى الممارسة. وباش ناخذوا فكرة بسيطة في هذا الأمر هذا، سول راسك، فكر غير شوية، شحال من كتاب عندك شريتيه ويمكن قريتي منه 5 صفحات أو 10 وحطيتيه جانبا في الرف. مؤشر بسيط جدا كيهضر لنا على هذا الأمر هذا. ولاحظوا شباب سميناه فعل هائل، بمعنى ضخم، قوي، مجهود كبير وذكي. بمعنى أن ماشي كل الطرق، كل الوسائل، كل الخطوات، كل الأفعال تكون مناسبة بالنسبة لي. كيخصني نختار الأفعال والخطوات اللي تكون الأسرع، الأكثر فعالية، الأكثر نجاعة بكل بساطة. بمعنى آخر أنه تكون عندي واحد الخطة ديال التطبيق محكمة كبيرة، فيها بدائل، فيها أفعال محكمة اللي كنزير راسي كيف ما كنقولوا باش أنني نطبق بشكل عملي. كنزير راسي باش ما نبقاش نتفلت، باش ما نبقاش نتكاسل، إلى آخره إلى آخره. هذه الخطوة الثالثة الآن. إذا قلنا 1 كنحدد الهدف، نحدد الوجهة. 2 كنحدد الأسباب علاش كنقلب على هذا الهدف. ثم 3 كندوز الفعل التطبيق بشكل ذكي ومحكم وبمجهود ضخم وكبير بزاف. الخطوة الرابعة الآن هي بكل بساطة دقة الملاحظة. بمعنى آخر أن نكون رد البال شنو الخطوات، شنو الأفعال اللي خدامة وشنو الأفعال اللي ما خداماش، شنو اللي كيقربني للهدف ديالي وشنو اللي يقدر يكون كيبعدني على الهدف ديالي. بمعنى آخر أن يكون عندي واحد النوع من الرادار داخلي اللي كيقول لي باستمرار واش راني غادي في الاتجاه الصحيح ديال الهدف ديالي أو لا راني كنبعد عليه. دقة الملاحظة ممكن نفهموا أهميتها بكل بساطة من الموقف، من المشهد التالي. تصوروا معايا أنك في صحراء قاحلة ممتدة ومترامية الأطراف، وعطشتي بواحد الشكل كبير بزاف، محتاج أنك تشرب، قربتي أنك تموت بالعطش. في هذا الموقف هذا، في هذا الصحراء، في هذا المشهد، ممكن نفهمه بشكل سريع جدا أن أي خطوة غنديرها غير نهز رجلي نحطها، إما غتكون كتقربني نحو الهدف ديالي، بمعنى نحو مصدر اللي نلقى فيه الماء باش نشرب باش نبقى على قيد الحياة،
او لا غتكون كتبعدني، بمعنى اخر كتقربني للهلاك ديالي. اي خطوه تكون صغيره او كبيره كنديرها في هذا المشهد هذا، اما غتكون كتقربني او غتكون كتبعدني. واضحه الفكره؟ ردوا بالكم شباب، هذا الشيء ما صحيحش فقط في هذا المشهد ديال الصحراء، صحيح كذلك في حياتنا كلها. ملي كتحدد هدف معين، رد بالك اي خطوه كديرها او اي خطوه ما كديرهاش، بمعنى الى غير بقيتي ناعس واحد 5 ديال الدقائق، اما غتكون كتقرب اما غتكون كتبعد. غير مع الاسف ما كتبانش لنا الخطوره ديال الامر، لان كتبان لنا حياتنا ان شاء الله باقي 50 عام، راه باقي 20 سنه ولا 30، باقي الخير. وبالتالي ما كتبانش لنا الخطوره ديال هذيك الافعال اليوميه الصغيره اللي كنديروها او ما كنديروهاش. الرادار الداخلي، دقه الملاحظه، كتخليك انك تكون راد البال واش راك كتقرب الهدف ديالك او لا انك كتبعد عليه. والخطير في الامر انه كيخصك تلتقط واش كتبعد في الخطوات او في المراحل المبكره جدا. ملي كيكون عندي مثلا واحد الطلقه من مسدس او من رمح، الا كان عندي واحد الانحراف بسيط في الاصل ديال الطلقه، مليمتر صغير، ملي كتوصل الطلقه للهدف ديالها شحال كيكون الانحراف؟ كبير جدا. بمعنى اخر كيخصني انني ان ادرك الانحراف ديالي على الهدف في البدايه ديالو، باش نقدر انني نعدل المسار ونقاد السفينه للاتجاه ديالها. وهنا كتجلى الاهميه ديال دقه الملاحظه. راني خدام نعم، ولكن رد البال شنو اللي كيقربني وشنو اللي كيبعدني. ورد بالك احيانا حتى توجد بعض الاهداف اللي تقدر تكون تسطرها لراسك وتخدم عليها وتكون كتبعدك على اهداف كبيره اهم في حياتك. ما بقيناش كنتكلموا غير على الافعال اللي كديرها، الخطوات اللي كديرها واش كتقربك او كتبعدك، حتى الاهداف الاخرى اللي ممكن انك تكون كتسطرها لراسك وكتحددها في حياتك، ممكن انها تكون كتبعدك على اهداف اكبر. واضحه الفكره؟ ممتاز. اذا الخطوه الرابعه عندنا هي دقه الملاحظه. يكون عندي رادار داخلي كيبين لي واش راني غادي في الاتجاه الصحيح او لا راني كنبعد بشكل مستمر. ثم بعد ذلك الخطوه الخامسه هي بكل بساطه المرونه. المرونه اللي كنقصدوا بها تغيير الخطوات، تغيير السبل، تغيير الطرق باستمرار 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 حتى نوصل للهدف ديالي. كنحتفظ بالهدف وكنغير في الوسائل. ما كنتكلموش على المرونه في الاهداف. نحدد هدف اليوم غدا كنبدلو، هدف هذا الشهر هذا الشهر الجاي نبدلوه، ما صعيب بزاف الى اخره. لا، المرونه كنتكلموا عليها في علاقتنا مع الوسائل، مع الخطوات اللي كنديروها في طريقنا نحو هدف معين. ولعل اهم شخص ممكن نتعلموا منه المرونه هو القبطان ديال السفينه. اللي كتكون عندنا سفينه معينه، مثلا بغيت نمشي من طنجه لاسبانيا، واش كنحط السفينه ديالي وكنوجهها في الاتجاه ديال الصحيح وكنمشي كنعاس وكنمشي كندور وهذا نتسارى؟ ما يمكنش. عموما القبطان ديال السفينه في عمليه مستمره ديال التوجيه واعاده التوجيه. ان السفينه في عرض البحر غديها الامواج لهاد الجهه هذه، ولا التيارات البحريه غديها لهاد الجهه خاصو يردها، ديال الجهه الاخرى خاصو يردها باستمرار باستمرار باستمرار. واش كيوقف؟ ما يمكنش يوقف حتى يوصل للهدف ديالو. هذه هي المرونه. تغيير الطرق، تدمير الطرق لو اقتضى الامر، والاحتفاظ بالهدف الثابت. واضحه شباب؟ اذا نلخص وصفه النجاح المثلى: واحد، قلنا كنحدد الهدف، الوجهه ديالي. جوج، كنحدد الاسباب علاش كنقلب على هذا الهدف. ثلاثه، كنبدا كنخدم كنتحرك، فعل كندوز للتطبيق، كندوز للفعل بخطه محكمه. أربعة، كنكون راد البال واش راني غادي في الاتجاه الصحيح. ثم خمسة، المرونه كنغير من الوسائل ومن الطرق حتى نوصل للهدف ديالي.
اكيد باذن الله عز وجل انه اذا تبعتي في اي هدف وفي حياتك بشكل عام هذه الخطوات اكيد باذن الله انك غتوصل للنجاح اللي كتقلب عليه في حياتك. واضحه شباب؟ هذه اذا المحور الثاني ديالنا وصفه النجاح المثلى. المحور الثالث بسرعه مفاتيح مكمله، مفاتيح اضافيه ديال النجاح. 5 مفاتيح سريعه غادي نهضروا عليها واحده واحده. المفتاح الاول، ارفع مقاييسك. تكلمنا في الخطوه الاولى ديال وصفه النجاح المثلى على انني نحدد اهداف معينه، نحدد الهدف ديالي. هنا كنقول لك رد بالك، ما يكفيش انه يكون عندك اي هدف، كيخصك يكون عندك اهداف كبيره عملاقه ضخمه. ورد بالك الاهداف ديالك هي اللي كتصنعك. كانت اهدافك صغيره غتصنع منك انسان صغير، كانت اهدافك عملاقه كبيره ضخمه غتصنع منك انسان كبير عملاق. واضحه الفكره شباب؟ ممكن نشوف واحد الفيديو يهضر لنا على هذا الامر هذا. ارفع مقاييسك، نشوفوا شنو كيتغير ملي كنرفع من الاهداف ديالي، من المقاييس ديالي. ملي كنحدد لراسي مقاييس عاليه، شنو غيتزاد، شنو غيتبدل في حياتي من خلال هذا الفيديو هذا. ممكن تبدلش بس ما تبدلش ممكن تبدل.
بكل بساطه هادشي اللي كيتغير ملي كنرفع من المقاييس ديالي. الانسان ملي كيحط له هدف كبير وكيلتزم به كيتعلى، كيتسامى على الالم، كيتسامى على الاحباطات، كيتسامى على الفشل، كيتسامى على المتاعب، على الصعوبات، على التحديات، على المشاكل. كيولي انسان اخر، كيولي شخص اخر عملاق بكل بساطه. علاش؟ لان الاهداف العملاقه كتصنع لنا طاقات عملاقه، كتصنع لنا اناس عمالقه. واضحه شباب؟ واضحه؟ اذا الخطوه او المفتاح الاول الاضافي اللي بغينا ان نزيدوه، رد بالك ما يكفيش انك تحدد اي هدف، كيخص ان الاهداف ديالك تكون كبيره عملاقه، يكون فيها تحدي، لان هي اللي غتصنع منك هذاك الشخص اما الصغير او الكبير. واضحه؟ ممتاز. هذا المفتاح الاول. المفتاح الثاني، يلتزم 100% وليس 99%. ما يكفيش انني نحدد هدف، ما يكفيش انني نخطط، ما يكفيش انني نحدد خطه ونبدا نتحرك الى اخره. كيخصني انني نلتزم بالهدف ديالي الى اخر رمق. والالتزام هو اللي كيصنع الفرق ما بين الشخص اللي هو ناجح وشخص الانسان العادي الفاشل. وفرق كبير ما بين الالتزام بالشيء والاهتمام بالشيء، مجرد الاهتمام به. انك تكون مهتم وباغي دير وكتمنى انك دير وكتحلم انك دير شي حاجه، معناه انها غديرها ملي تكون كل الظروف مناسبه مواتيه. بينما انك تلتزم بالحاجه انك ديرها، معناه بانك غديرها كيف ما بغات تكون الظروف، مهما كانت التحديات، مهما كانت الظروف. واضحه شباب؟ واضحه؟ ممتاز. اذا التزم 100% وليس 99%. وغيقول لي الواحد منكم ياك 99% كنسبه مهمه بزاف، زوينه، شي حاجه نسبه عاليه، لا؟ نعم، ولكن ملي كنتكلموا على النجاح غالبا ما كتكفيش. باش تعرف هذا الامر هذا، سول مثلا شخص معين اللي كتعرفه مدخن، شنو اللي خلاه انه عدد كبير ديال المرات قرر انه يقطع التدخين وتراجع عليه؟ شنو اللي خلاه؟ هذيك 1% اللي قال فيها غير هذا الاستثناء هذا. واضح؟ 99% ما كافياش. ملي كنتكلموا على الالتزام خاصنا نوصلوا وندربوا راسنا ونربيو نفوسنا على ان نوصلوا للالتزام بنسبه 100%. باش دير هذا الامر هذا، واحد، اوقف الاعذار. باش تقدر انك توصل للالتزام 100% خاصك اول حاجه توقف الاعذار ديالك اللي كتعطي لراسك. علاش؟ لان رد بالك بمجرد ما كتفكر في الاعذار كتحل وكتفكر وكتوجد الباب ديال الاستثناء، ديال التهاون، ديال التفلت. وهذيك الاعذار ممكن نشبهوها على انها مخدرات نفسيه اللي كنعطيوها لراسنا باش شنو؟ نديروا شي حاجه اللي ما عجبناش، ما راضيينش عليها، باش ما نلتزموش بشي حاجه اللي قلنا غنلتزموا بها في نفس الوقت بلا ما يأنبنا الضمير ديالنا. كنكونوا كنديروا شي حاجه ماشي هي هذيك، شي حاجه ما راضيينش عليها بدون تأنيب ديال الضمير وحنا مرتاحين. يعني هنا هذا هو الدور ديال المخدرات بكل بساطه النفسيه اللي هي الاعذار في الحاله ديالنا. اذا باش تلتزم 100% خاصك اول حاجه توقف الاعذار. ثاني حاجه كيخصك انك تلتزم مهما كلف الامر. ملي كتحدد خطوه معينه، هدف معين انك تخدم في سبيل تحقيقه، اكيد بان الطريق غتكون شاقه صعبه جدا، غيكونوا تحديات، غتعيا، غتستسلم او غتبغي انك تستسلم، غيكونوا مشاكل، غيكونوا صعوبات، غدير محاولات وتفشل فيها الى اخره الى اخره. كيخصك تلتزم كيف ما بغات تكون هذه الظروف، هذه كانت مناسبه او غير مناسبه. ثم شرط ثالث او خطوه ثالثه باش توصل للالتزام 100%، ما خصكش تقبل الاستثناءات. لانك بمجرد ما كتقبل الاستثناء مره واحده كن متاكد بانك غتقبله مره ثانيه وثالثه ورابعه و1000 الى اخره.
ملي كتلتزم بهدف معين، بخطوات معينه، بعاده معينه، بفعل معين، كيخصك ما تقبلش، ما تحلش الباب ديال الاستثناء ولو مره واحده اذا بغيتي انك تكمل هذا الهدف هذا. اذا هذا كان المفتاح رقم 2. قلنا المفتاح الاول شنو هو؟ ارفع مقاييسك، خلي ان اهدافك تكون كبيره لانها هي اللي غتصنعك. كانت صغيره غتصنع منك انسان صغير، كانت كبيره غتصنع منك انسان كبير. المفتاح الثاني قلنا التزم 100% وماشي 99%، وفرق كبير جدا ما بيناتهم. واضح يا شباب؟ المفتاح الثالث الان حطم قيودك. شنو كنقصدوا بالقيود هنا؟ كنقصدوا بها تلك المعتقدات. كنتكلم عن المعتقدات بالمعنى ديالها العام، او الاعتقادات بالمعنى ديالها العام، اللي هي كل فكره عندك تكون راسخه وكتامن بها ايمان راسخ في علاقتك مع شيء معين، مع مجال معين، مع فكره معينه في الحياه. بكل بساطه انني ما قادرش ننجح الا كنتي كتامن بها كفكره، ممكن نسميو على انها اعتقاد. ما عندكش القدرات، اعتقاد. ما تقدرش انك تغير، اعتقاد. المجتمع ما معاونكش، اعتقاد. خاصك مساعده من الناس الاخرين، اعتقاد، الى اخره. هذه كلها افكار وغيرها بطبيعه الحال من الافكار السلبيه. رد بالك كلا كانت عندك غتكون كتجرك الارض، كتبغي انك تتحرك، كتبغي انك تحاول انك تخدم، ولكن هي كتكون كتشدك الارض بكل بساطه. الا ما تخلصتيش منها، الا ما دمرتيهاش، غتكون واحد العيب كبير بالنسبه لك، وممكن نقول بانه صعب بالنسبه لك انك تحقق هدف معين او تنجح في حياتك. وفي علاقتنا مع كل هدف ممكن انه نتكلموا على معتقدات اللي عندنا يعني في علاقه مع هذا الهدف هذا. مثلا بغيت نحفظ القرآن الكريم كامل، شنو المعتقدات اللي ممكن انها تكون؟ كنسى بزاف، الذاكره ديالي ولات ضعيفه، شرفت، كبرت على انني نحفظ، او لا العكس، الا كان شويه كيتقدم العمر شرفنا على ان نحفظ القرآن. الا كنتي مازال صغير باقي العمر طويل، الى اخره. كل هذه كلها افكار، معتقدات مدمره. الا ما تخلصتيش منها غي صعاب انك تكمل في الهدف ديالك. واضحه الفكره؟ اذا اول خطوه في طريق نحو النجاح، هنا كنتكلموا على المعتقدات. كيخصنا نحطم ونتخلص من هذه المعتقدات. كيفاش؟ غيقول لي الواحد منكم. كاين كلام فيك، يعني كاين كلام كثير في هذا الموضوع هذا، ولكن مزيان اننا نديروا مثال تطبيقي باش يبان لنا علاش كنتكلموا. ممكن؟ عندي قلم رصاص. شكون منكم اللي كيعتقد انه ما يقدرش يهرس هذا القلم هذا بالصباع الصغير ديالو وبضربه واحده؟ شكون اللي كيعتقد بانه صعب او مستحيل؟ صعب. ممتاز. شكون اللي يبغي انه يحاول؟ شكون اللي يبغي يدير تجربه؟ شي واحد من الشباب؟ تفضل معنا، زيد تفضل. نصفقوا عليها، نشجعوها. ممكن تشد معها، افتحي هنا، ممكن تفتحي هنا. لا خليك تما. اجي هنا اذا كان ممكن. شد باش الاخرين يقدروا يشوفوا. ولا نطلع واقيلا ياك؟ هكا احسن. هكا احسن. لاحظوا معايا يا شباب. اشتركنا بالاسم ديالك؟ كوثر. غندربوا كوثر انها بسرعه انها تهرس هذا القلم هذا. مزيان. ولكن ردوا بالكم، ما كيهمناش تهرس القلم. متاكد انه القلم مهرس 100% غتهرسوا ان شاء الله كوثر باذن الله. ولكن اللي خصنا اننا ناخذوه هو اننا نتعلموا نهرسوا الاقلام الحقيقيه اللي كاينه في دماغنا، المعتقدات الحقيقيه اللي كاينه في دماغنا. الخوف من الفشل قلم رصاص كيخصك تهرسه. الخوف من الاخرين، الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول، الخوف من النقد، الخوف من النجاح بحد ذاته بعض المرات، كلها
وغيرها اقلام رصاص خصنا نتعلموا كيفاش ندمروها، كيفاش نهرسوها في دماغنا. واضحه؟ بنفس الخطوات اللي غنطبقوها على القلم ممكن نطبقوها على الاقلام الحقيقيه اللي كاينه في الذهن ديالنا. كوثر ممكن انك تهرسي هذا القلم هذا في 3 ديال الخطوات، الا درتيها بالحرف ان شاء الله غيتهرس بكل بساطه. مزيان؟ شنو هي الخطوات؟ 3. الخطوه الاولى كيخصني نهرسو في دماغي. اول خطوه انني نهرسو في دماغي. كاين واحد المثل اسباني كيقول لك اذا لم تستطع بناء قلعتك في الخيال فلن تستطيع بناءها على ارض الواقع. اي هدف بغيتي انك تحققه حقه في دماغك هو الاول، تخيلوا تصوروا كيتحقق هو الاول. اذا الخطوه الاولى نوريك كيفاش بسرعه نهرسو في دماغي. الخطوه الثانيه نرفع من التحفيز ديالي، من الطاقه ديالي بطريقه من الطرق. الخطوه الثالثه غنوريك كذلك كيفاش. الخطوه الثالثه اقدم على الفعل وان كنت خائفا. ملي كنبغي نتحرك، ملي كنبغي نخدم، ملي كنبغي انني ندير هدف معين او خطوات معينه كيكون عندي واحد النوع من الخوف. خاصني انني ندوز للفعل واخا كاين هذا الخوف هذا. واضح؟ أو بين قوسين كوثر الخطوه الثالثه ملي غنقول لك 1 2 3 كيخصك تضرب بقوه بلا ما تردد. شنو معنيت انه يكون عندي الخوف من قلم الرصاص؟ بكل بساطه ملي تكون كوثر مهبطه يدها باش انها تضرب كاين واحد السرعه اللي جات بها، ملي تقرب للقلم غتخفض من السرعه ديالها. علاش؟ لانها خايفه انها تقصح. مزيان؟ قلنا اقدم على الفعل وان كنت خائفا، ما ترددش. لان بكل بساطه رد بالك كوثر، الا خفتي انك تقصحي غادي تقصحي بالفعل وما غادي تهرش القلم. واضحه؟ الا ما خفتيش انك تقصحي غادي تهرس القلم وما غاديش تقصحي. ضمانه لك من عندي الا ما ترددتيش بالفعل الا ما ترددتيش ما غتقصحيش نهائيا. واضحه؟ ملي غنضرب قوه، ضربه واحده سي بون. مزيان. الوغ نديروا الخطوات الثلاث. الخطوه الاولى مزيان انك الا سمحتي ديرها. شنو قلنا الخطوه الاولى باش نذكروا بها؟ نهرسوا في دماغي. الخطوه الثانيه ارفع من الطاقه ديالي، من التحفيز ديالي. الخطوه الثالثه اقدم على الفعل وان كنت خائفا. بحال نبرس هنايا تبغي سمحوا لنا شويه مي حيت ما بغيناش نديرونجا. تفضل شويه لداخل. الخطوه الاولى نهرسوا في دماغي. كوثر نطلب منك انه من الاحسن سد عينك اذا كان ممكن وتخيل انك هرستي هذا القلم هذا. بلاتي لا مازال غير بشويه عليك كوثر. خاص كل خطوه عندها اهميتها، عندها الدور ديالها في التمرين. سد عينك ما تحلهمش حتى نقول لك حلهم. سد عينك بشويه عليك. تخيل انه كتهزي يدك الفوق وكتهبطيها بقوه. خليك مازال خليك سد عينك. خليك مازال حتى نقول لك حلي عينك. اوكي باش تقدر انك دير التمرين بشكل جيد. تخيل انه كتهزي يدك الفوق كتهبطها بقوه وكيتهرس القلم على جوج. اكثر من هكا كتشوفي الان وكتصوري الجزء الداخلي ديالو كيبان لك ملي تهرس. واكثر من هكا سمعتي وكتسمعي الان الصوت ديالو ملي تهرس على جوج. ثم كتحسي بهذاك الاحساس الرائع ديال انك نجزتي ودرتي شي حاجه اللي الى حد قريب كانت بالنسبه لك ربما صعيبه او فيها شك معين. ممتاز. خليك مازال. الى شفتي الفيديو الان حاولي انك تعاوديه من الاول ديالو حتى الاخر ولكن بسرعه. عاوديه مره اخرى بسرعه، ثم مره اخرى واسرع، ثم اسرع، ثم اسرع. ممتاز. الان ممكن تحل عينك. شد بحال الشكل هذا
بشكل قوي باش ما يطيرش لك ولا شي حاجه. عطيها لي سباس، عطيها شويه، ولكن شد مزيان. زيرو بحال هكا احسن. نو لا بحال هكا احسن. بحال هكا احسن. بحال هكا باش ما يهربش لك. احسن. الخطوه الثانيه الا هرستي، الا درتي الخطوه الاولى اكيد ان شاء الله بان غديري الخطوه الثانيه والثالثه بنجاح. مزيان شد مزيان. طيب خليها شويه ديال الاسباس. طيب الخطوه الثانيه نشد العبار ديالي بعدا، نشد العبار، شد طلع يدك الفوق، تكون طوندي بحال هكا من جبده غير الصبع. شد العبار ديال يدك، شد العبار، قربي وشوفي واش راك بعيده ولا شوف. لا مازال ما تضربيش حتى نقولها لك. قربي مازال، زيد يدك تكون طوندي وجرب تكون طوندي لا قريبه بزاف. رجعي شويه شويه تكون طوندي وجرب. فوالا تري بيان. يدك الفوق. الوغ ما تضربيش حتى نقول لك واحد جوج ثلاثه. الخطوه الثانيه الان بغيتك انك تقولي مع راسك غنهرسو، وكانك كتخاطبي هذا القلم هذا وكتحداه. غنهرسو، قوليها مع راسك، واخا قوليها بصوت مرتفع. يلا غنهرسو. يدك الفوق وشوفي فيه حتى نقول لك واحد جوج ثلاثه عاد ضربي. غنهرسو كثار 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 كثار. يدك الفوق، يدك الفوق ما تهبطيهاش. عاود شد العبار ديالك، شدي العبار ديالك ممتاز. يدك الفوق ما تهبطيهاش، ما تهبطيش يدك، خليها الفوق. غنهرسو كثار كثار. واحد جوج ثلاثه. شباب مرة أخرى كيف ما قلنا في الأول، القلم مهرس مهرس، ولكن اللي مهم هو أننا نعرفه ونتعلمه من هذا التمرين هذا، من هذه التجربة، كيفاش نقدروا نهرسوا الأقلام الحقيقية اللي في الأذهان ديالنا. رد بالك بزاف ديال الناس كيبغيو أنهم ينجحوا، كيحددوا أهداف وكيخدموا عليها، ولكن ما كيوصلوش للتحقيق ديالها فقط لأن عندهم أفكار سلبية، معتقدات سلبية مدمرة في علاقتهم مع هذيك الأهداف. ملي كتحدد هدف وكتخدم عليه وانت في الداخل ديالك كتشوف راسك بأنك ما تقدرش أنك تحققه، ثق بيا الأمر غيكون صعيب بالنسبة لك. ملي كتشوف أن الهدف ديالك مستحيل، ملي كتشوف راسك بأنك ما تستحقش هذاك الهدف، غيكون الأمر صعيب بالنسبة لك. خاص أول حاجة نتخلص من هذه الأفكار السلبية، من هذه المعتقدات السلبية، باش نقدر أنني ننطلق في طريقي نحو الهدف. واضحة شباب؟ طبيعة الحال ملي كيكون عندك أهداف أو معتقدات سلبية ما كيكفيش أنك تخلص منها وتقول صافي راني ساليت. ما كيكفيش أنني نخوي دماغي من الأفكار السلبية ونقول صافي انتهى الأمر. لا، العقل الباطن ديالنا لا يقبل الفراغ، كيخصني نرسخ بلاصة هذيك الأفكار، بلاصة هذيك المعتقدات أفكار أخرى إيجابية بديلة. كيخصني نرسخ ونآمن بمعتقدات قوية إيجابية اللي تعطيني دفعة نحو النجاح. وبين قوسين أهم 3 معتقدات اللي غتساعدك على النجاح هي هذه بكل بساطة. 1، كيخصك تآمن أنك تستحق أنك تنجح. عندك لتكون كتشوف الهدف ديالك وكأنه ماشي ديالك، وكأنه ماشي انت ما تقدرش عليه او ما كتستحقوش، ديال شي ناس اخرين ربما من غيرك اللي عندهم امكانيات، اللي عندهم تربيه معينه، اللي عندهم تعليم معين الى اخره الى اخره. اول حاجه كيخصك تامن بها انك تستحق تنجح في هذه الحياه، كتستحق انك توصل لاعلى المستويات ديال النجاح. ثاني فكره، ثاني معتقد، استطيع ان انجح. خصك تامن ان عندك ما يكفي من القدرات لتحقيق النجاح الذي تريد. الله عز وجل أعطاك القدرات، أعطاك الإمكانيات في الداخل ديالك، ما تقلبش عليها على برا. عندك خاصك غير يمكن تحيد عليها شوية الغبرة وتنميها شوية وتخدم عليها باش تقدر أنها تبان وتعاونك في طريقك نحو النجاح اللي كتقلب عليه. المعتقد أو الفكرة الثالثة هي بكل بساطة سأنجح. يعني خاصك أنك تشوف النجاح قدام عينك
ولا شيء غير النجاح. ما كاينش يعني كيف ما كتعرفوا جميع مثلا في علاقتنا مع الله عز وجل الفكره ديال انه ونجرب هذا الاسلام هذا كيفاش داير، نصلي شويه ونجرب واش مقبوله. ماشي معقوله وماشي مقبوله. ما كاينش نجرب في العلاقه ديالنا مع الله عز وجل، في العقيده ما كايناش. نشوف كيفاش، ما كايناش. كذلك في النجاح ما كاينش نحدد هدف ونشوف على الله. ملي كتحل الخيار ديال الفشل، الخيار ديال التراجع، ملي كتخليه قائم، اكيد بانك غترجع واحد النهار وغتراجع وغتفشل. خاص تكون عندك حتى الا كان خيارين، يكون اما انك غتنجح واما انك غتنجح. ما كاينش شي خيار ثالث. واضحه؟ ممتاز. اذا هذا المفتاح ديالنا الثالث، حاطين قيودك. المفتاح الرابع: التزم بالتحسين المستمر. بمعنى اخر ان بكل بساطه تقلب كيفاش تنمي من القدرات ديالك، من المهارات ديالك، من المعارف ديالك، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وباستمرار. النجاح، حنا كنقلبوا على النجاح. ما كاينش شي مصعد اللي كيوصلنا له بشكل سريع. ما كاينش شي واحد اللي كيتولد ناجح. ما كاينش شي واحد اللي من خطوه وكي او وصل للقمه ديال النجاح. مستحيل. كيخصك تمشي درجه درجه. هذه وحده. وجوج، كيخصك باش تمشي درجه درجه كيخصك انك تنمي من قدراتك كل نهار بشكل عملي. سول راسك كل يوم: اشنو خاصني ندير باش اليوم نكون احسن من البارح، باش غدا نكون احسن من اليوم. شنو خاصني نتعلم كمهاره، شنو خاصني نتعلم كفكره كمعرفه، شنو كان خاصني نغير كقناعات، باستمرار كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. هذه هي الفلسفه اللي كنسموها الكايزن، وهي السر ديال التقدم اللي وصلوا اليابان. ولات عندهم فلسفه بالنسبه للشركات، بالنسبه للمؤسسات، بالنسبه للافراد كذلك، ديال التطوير المستمر. بكل بساطه ممكن نشرحها بسرعه. انني اول حاجه كنبدا بتحديد والتشخيص ديال الوضع ديالي الان الراهن. كنحدد الهدف، ثم كندوز للفعل وكنتابع وكندير المتابعه ديال هذا الفعل هذا. كنقيس مدى التقدم ديالي، وبناء على هذا القياس هذا كندير التحسينات الضروريه باش نطور من الاداء ديالي. ثم كنعاود بشكل في دوامه وكنرجع للعمليه الخطوه الاولى باستمرار. رد بالك، الى بغيتو نحتفظوا بجوج ديال النقيطات. التشخيص ديال الوضع ديالنا مهم جدا في تحديد الاهداف. الا ما عرفتيش فين راك ما غتعرفش فين غتوصل وفين غتمشي. المتابعه ديال الخطط ديالك، ديال الافعال اللي كتلتزم بالقيام بها مهم جدا. القياس ديال التقدم، يكون عندي مؤشرات، معايير موضوعيه اللي كنقيس بها التقدم ديالي في هدف معين او في الاهداف ديالي بصفه عامه، مهمه جدا. بحيث كيف ما قلنا ان يكون عندي تطوير المستمر، فلسفه في الحياه ديالي، كل نهار كنزيد شي حاجه جديده. وبين قوسين كتجربه ممكن انك ديرها: خذ اي مجال، خذ اي مجال يكون التخصص ديالك يكون غيره من تخصصات، غيره من المجالات، والتزم بانك كل نهار تقرا فيه 5 ديال الصفحات. كل نهار خذ اي مجال، كل نهار 5 ديال الصفحات فقط. شحال غتاخذ لك 5 صفحات؟ 10 دقائق، يمكن نص ساعه، يمكن كاع ساعه، بالتحليل ديالها، بالتدقيق، بالتلخيص الى اخره. ساعه. نضمن لك الا درتي هذه العمليه لمده سنه، شحال من صفحه غتقرا في هذاك المجال؟ 5 صفحات في اليوم، تقريبا 2000 صفحه. بمعنى تقريبا واحد 5 ديال الكتوبه من الحجم المتوسط. مزيان؟ او 6 أو 7 ديال الكتوبه. نضمن لك انه الا درتي هذه العمليه هذه لمده سنه غتكون حسن من 99% من الناس على مستوى العالم
في هذاك المجال. إلا داومتي عليها 5 سنين غتكون حسن من 99.99% على مستوى العالم. كاين ولا ما كايناش؟ علاش؟ حيت اصلا اكثر من 90% ديال الناس ما عمرهم قراو ولو كتاب واحد في هذاك المجال اللي كتخصص فيه وبغيتي انك تخصص فيه. اكثر من 95% الا قراو كتاب واحد او جوج، وهكذا. واضح شنو كنقول؟ رفع التحدي شنو هي 5 ديال الصفحات في كل نهار؟ والو. وهذا هو السر ديال التطوير المستمر، هذا هو السر ديال الكايزن، ان المجهود كيكون بسيط ولكن مستمر في الزمن. واضحه؟ ممتاز. وتذكر معي ان النجاح هو مجهود او هو مجموع المجهودات الصغيره ولكن المتكرره في الزمن، شويه بشويه ولكن كل نهار وتداوم عليها غتكون كتقطع خطوات واشواط كبيره جدا في طريق نحو النجاح. المفتاح الخامس شباب، تكلمنا الان لحد الان على 4 المفاتيح ياك؟ 1 ارفع مقاييسك، 2 التزم 100% وليس 99%، 3 حطم قيودك، 4 التزم بالتحسين المستمر، ثم 5 ادفع ثمن النجاح. النجاح عنده ثمن، وبطبيعة الحال فعلاقتنا مع النجاح مع العملة ماشي هي الدرهم، ماشي هي الدولار، ماشي هي الأورو، لكن هي المجهود، هي الجهد اللي كتبذله في طريقك نحو هدف معين أو نجاح معين. هنا كيخص أنك تبنى الفلسفة ديال الأبطال في علاقتهم مع بذل المجهود. شنو هي الفلسفة ديال الأبطال؟ تبناها بمعنى أنك تقدر تكون بطل إلا تبنيتي الفلسفة ديال الأبطال بكل بساطة. شنو هي الفلسفة ديال الأبطال؟ ممكن نلخصوها في قولة ديال محمد علي كلاي البطل العالمي، كيقول لك المشهور الأسطورة في الملاكمة، يقول لك كرهت كل لحظة من التدريب. علاش؟ لأن التدريب شاق ومتعب. كرهت كل لحظة من التدريب، ولكني كنت أمني نفسي وأقول لها اتعب الآن وعش بقية حياتك بطلا. وهذا الشيء اللي كان بالنسبة له لحد الآن، يعني سنوات هذه باش اعتزل محمد علي كلاي، ومازال كيتقال البطل العالمي الأسطورة محمد علي كلاي. اتعب الآن وعش بقية حياتك بطلا، لأن المجهود، لأن الثمن ديال النجاح ماشي سهل. عندكم نكونوا كنتكلموا في هذيك الخطوات ال5 بسيطة، 1 2 3 4، يصحاب لينا راه شي بسيط ماشي شي حاجة، لا صعب، خاصو قلب محترق. نعم نعم، غير ما نستسهلوش بزاف. اوكي، صعب وممكن، خاصك انك تمشي وتخدم وغتشوف النتائج ان شاء الله عز وجل. باش نشوفوا امثله اللي تقرب هذه الفكره ديال بذل المجهود، دفع ثمن النجاح للذهن ديالنا. عموما في المتوسط غنجيبوا امثله من الرياضه ممكن انها تعطينا افكار كثيره جدا. في المتوسط الناس ديال الجمباز، متخصص في الجمباز، كيديروا كل حركه من الحركات ديالهم اثناء التدريب في المتوسط 20,000 مره. يعني قبل ما يدوز للحلبة باش يدير حركة معينة كيديرها أثناء التدريب في المتوسط 20,000 مرة. مجهود ضخم غير عادي، كبير جدا. هذه هي مرة أخرى فلسفة ديال الأبطال. مثال آخر، عموما السباحون الأولمبيون في المتوسط كل نهار أثناء التدريب ديالهم كيديروا في المتوسط 13 كيلومتر سباحة بدون توقف. هذه غير السباحة، الإعداد البدني فقط. السباحة بدون توقف كيديروا في اليوم الواحد 13 كيلومتر، وكأنه كيسافر من طنجة إلى إسبانيا سباحة كل نهار، عاد كيوصل للمستوى ديال أنه يكون سباح أولمبي. مثال آخر دائما من الرياضة، لأن
شي حاجه اللي هي ملموسه. كتعرفوا جميع كذلك اللاعب الامريكي مايكل جوردن، لاعب كره السله. مايكل جوردن من كبار المتخصصين في كره السله. اثناء التدريب ديالو كيدير كل يوم 5000 رميه بكره السله. 5000 رميه غير رميات، 5000. ما كنهضروش على الاعداد البدني، ما كنهضروش على بقيه التقنيات. باش تعرف حجم المجهود انت ما دير لا كره لا والو، دير غير بحال هكا 5000 مره، وغتشوف الحجم ديال المجهود كيفاش داير. واضحه شباب؟ ردوا بالكم. كيف ما انه ملي كنمشي عند شي مول الحانوت ولا شي حاجه كنقول له بغيت نتقدى شي منتوج معين اللي الثمن ديالو 20 درهم، وشي لا قلت له عندي 5 دراهم، زعما عموما يقدر يعطي لي هذا المنتوج هذا؟ غالبا لا. نفس الشيء ملي كنتكلموا على النجاح. عموم الناس، غالبيه الناس ما كيبذلوش المجهود الكافي، كيبذلوا شي حاجه كيعطي 5 دراهم ولكن ما كيعطيش الثمن الكافي. بطبيعه الحال النتيجه غتكون انه ما يحققش النجاح اللي كيقلب عليه بكل بساطه. لا يكفي ان تبذل المستطاع، لا يكفي ان تبذل قصارى الجهود، ولكن يجب ان تبذل ما يكفي من الجهد، وفرق كبير ما بيناتهم. اذا المفتاح ديالنا الخامس هو هذا، قلناش شنو سميناه؟ يدفع ثمن النجاح. كل هدف، كل نجاح عنده ثمن كيخصك تعرفه اولا وكيخصك تأديه ثانيا اذا بغيتي انك توصل. هذه كانت 5 مفاتيح اساسيه. اذا باش نلخص تكلمنا على 3 محاور. المحور الاول، ما كنتيش راضي على حياتك، غير الطريقه باش كتفكر. المفتاح الثاني 5 خطوات ديال النجاح، وصفه النجاح المثلى. 5 خطوات الا تبعتيها في اي هدف في حياتك بصفه عامه ان شاء الله عز وجل غادي توصل لتحقيق هذا الهدف او النجاح بصفه عامه. المفتاح الثالث او المحور الثالث تكلمنا على مفاتيح مكمله. ارفع مقاييسك، التزم 100%، حطم قيودك، تحسين المستمر، ثم ادفع ثمن النجاح. واضح يا شباب؟ مزيان؟ جيد. هادشي كله مزيان ومهم، ولكن كيخصنا اننا نضللوه ونوجهوه بواحد الحاجه مهمه جدا للغايه. اهم من هادشي كامل اللي هو بكل بساطه توكل على الله عز وجل. عندك لا تمشي غلط ويسحب لك بان النجاح هو 1 زائد 1 يساوي 2. النجاح هو دير غتلقى. النجاح هو لا. هادشي كله اللي هضرنا عليه كيخصنا ما نساوش انه عباره عن اسباب ومجرد اسباب. كيخصنا نضللوها ونوجهوها بالتوكل على الله عز وجل. التوكل الحقيقي اللي المعنى ديالو الاخذ بالاسباب، كل الاسباب وكانها كل شيء، وكانها هي اللي كتعطيني النتائج، ثم اضافه الى هذا التوكل على الله عز وجل اللي هو رب الاسباب، وكأن كل هذه الاسباب ليست بشيء. اخذ بالاسباب وكانها كل شيء، ثم التوكل على الله عز وجل وكأن هذه الاسباب ليست بشيء. باش نختم اذا سمحتوا لي ممكن نختموا بواحد الفيديو بسيط سريع واخا. انظر هنا. انظر هناك. أنت في مكانك الآن بسببك أنت. استجمع قواك، نادي بصوت عال. زمن الإبداع قد أعلن الحلول. قرر، خطط، ضع أهدافا عملاقة، توكل على الله. انطلق، استخرج قدراتك الكامنة، استخدمها،
ارفع اسمك بحلمك عاليا عاليا. ولكن احذر، ثمة أعداء للنجاح. يبثون الإحباط والدمار واليأس. عليك بالمواجهة، قاوم، أثبت، أخلص في عملك، ثابر بالعمل والعزم والإرادة، اجعل لحياتك معنى، اغتنم الوقت، أكمل ما بدأته. اصعد سلم الحياة ناجحا متفائلا قويا. تذكر حلمك دائما، دعه نصب عينيك. فالنجاح الحقيقي يكمن في العطاء والتعاون والأمل. ما أروع السباق نحو القمة. أكمل طريقك، فإنجازك هو بداية النجاح. تعلم كيف تحتفل بنجاحك. فلتنعم برقصة النجاح. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. جزاك الله خيرا. بارك الله تعالى. الأستاذ سيدي عبد المجيد الذي حلق بنا بعيدا بعيدا في صناعة الحياة، واستفدنا أن النفوس إذا كانت كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وأن الإنسان بقدر ما يتعنى ينال بإذن الله ما يتمنى. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فأشكركم وأشكر فضيلة الأستاذ المدرب سيدي عبد المجيد الذي أفادنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح به دائما وعلى يديه قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. عندنا 10 دقائق إذا أذن لي أستاذ، أسئلة أو إشكالات. أستاذ أمامكم والليل وراءكم والنجاح إن شاء الله حريص.